يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين، عاملين ايه؟ الفيديو بقى بتاعنا بتاع النهارده فلوج كده. رحت يومين كده مع زوجي. هنعتبره شهر عسل صغنن يومين عسل. فالفندق هقول لكم كل التفاصيل بتاعته في الفيديو، بس قبل ما نبدا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحنا رايحين طبعا رايحين طريق الأوتوستراد، وكده كده لو كتبتوا بس اسم الفندق على الجي بي اس هيطلعه لكم على طول، لو انتوا رايحين بعربيه خاصه او رايحين بعربيه اجره ايا كان. طبعا لازم ابقى واخده معايا المشروب بتاعي وانا رايحه، وبحب كمان اصور الطريق. انا مصوره الطريق كتير قوي، بس حاولت اختصر لكم كده الموضوع على قد ما نقدر. هو ساعتين بالظبط من منطقتي من جنوب القاهره. تمام، احنا كده نعتبر وصلنا. شايفين المنطقه فيها ادي بنزينه، بعدها على طول هتلاقي هايبر واي، ده سوبر ماركت. بعدها هتلاقي مسجد وباركينج. المنطقه حيويه جدا. في طبعا الفندق اللي احنا رايحينه ده تبع مزارع دينا. فادي كده الباركينج اهو، وداخلين اهو على الفندق. تحفه. اللي خلاني عرفته ان انا طلعت رحله قبل كده، كانت رحله يوم، من ساعتها وهو معلق معايا. يعني اسمه جرين ديزرت اهو، او الصحراء الخضراء. وصلنا كده. المفروض كنا نستلم الغرفه، كان المفروض نستلمها الساعه 2، احنا وصلنا الساعه 1 فسلموها لنا. الصراحه قالوا كده كده جاهزه، بدل ما تقعدوا سلموها لنا. وكانت الدنيا زحمه جدا. كانت زحمه عرايس، وكان زحمه كمان رواد للفندق. وكان في رحلات يوميه بتروح المكان، لان هو فيه حمام سباحه وكده، والمكان صراحه جميل جدا. هوريه لكم من جوه. انا اكتر حاجه عجباني في المكان السقف الحلو ده بجد. قعدت شويه. شايفين الزحمه اللي على الريسبشن. عقبال ما جه دورنا بقى، عقبال ما استلمنا الغرفه. هعمل لكم برضو جوله فيها. احنا ما كناش جايبين غير شنطه هاند باج، لان احنا قعدنا يوم بليله بس. فميزه المكان هنا انه طريق اسكندريه الصحراوي وساعتين من القاهره، ده ميزته. طبعا انتوا لو اقرب مني، انا جنوب القاهره، لو اقرب مني هتاخدوا اقل كمان من ساعتين. شايفين المكان جميل ازاي. وهنا ده تعليمات حمام السباحة، وكمان عملوا منطقة كده بتاعة مش عارفة بيسموها ايه، اكوا بارك دي ولا بيسموها ايه. ده كده المكان من فوق. هي دي كانت شاشة، يعني هم كانوا عاملين فيها تصوير الفندق من فوق. تحفة. وطبعا المنطقة الخضراء اللي حوالين الفندق دي هي دي مزارع دينا نفسها. وكمان بيعملوا مؤتمر كده بتاع زراعة، وزي ما انتم شايفينه كل ما يخص الزراعة بيتعمل في المؤتمر ده. برضو تقريبا في نفس المكان بتاع الفندق. كان في الحوض بتاع السمك التحفة ده، بس ما كانش فيه سمك، مش عارفة ليه. انا بحب بيلفت نظري قوي حوض السمك ده. كده المنظر بقى من جوه. خرجنا من الريسبشن، وده منظر حمام السباحة. وصلنا كان يوم خميس، كان يوم اجازة رسمي. كان زحمة موت بجد. كان الحمام زحمة جدا، وانا ما بحبش الزحمة، انا بحب الروقان. بس هو بالنسبة لفنادق تانية هتلاقيه رايق كده. احنا رايحين الغرفة مع العامل ده شايل لنا الشنط، مع ان احنا اصلا جايبين واحدة اكل وواحدة لبس، يعني مش جايبين شنط كتير. الغرفة جميلة على قد ما بسيطة، بس نظيفة. انا اهم حاجة عندي النظافة. ده كده الحمام. حاطين 2 صابونة، 2 شاور، و2 شامبو، وسلة تحت، سلة مهملات وسلة ملابس تحت الحوض. ودي كابينة شاور صغننة كده، هي تاخد فرد. وهنا التواليت، وحاطين 4 فوط. ودي فوطة دواسة، ف2 فوطة بشكير كبيرة و2 فوطة صغيرة. الدولاب فيه شماعات، وفيه خزنة، فيه بطاطين، وفيه مخدات زيادة. السرير مش عارف ليه احنا طلبنا غرفة دبل فادونا سريرين، كنت عايزة سرير واحد. ما علينا. دي كده يعتبر زي جزامة. التلاجة دي صغننة بس كانت بتسقع حلو قوي. وده درج زي التسريحة، وفي شاشة، وفي ترابيزة بالكرسي. هوريكم بقى المنظر من فوق. احنا كنا الدور الثالث. في البلكونة فيها كرسيين. شايفين الزحمة. المنطقة الخضراء بقى اللي انا وريتها لكم من شوية، دي تعتبر المزرعة نفسها. دي كل المتواجدين دول مش رواد الفندق، دول كانوا رحلة، كانوا عاملين دوشة جامدة قوي. انا بقى استنيت تاني يوم في الروقان ونزلت.
وكان الجو اليوم ده كان حر جدا، يعني الصبح الجو كان حر، لكن بتلاقيه بالليل بيبقى فظيع. طبعا انا اصور لكم كل التفاصيل دي. احنا في نفس اليوم ده عشان نلحق يومنا، ان كان الحمام اخره الساعة 6، لبست البوركيني بتاعي ده وقلنا ننزل نلحق لنا ساعتين كده. جايه بخرج بقى لقيت لك عمو الغراب ده، مش عارفه ايه اللي جابه كان في البلكونه اللي جنبي بس شكله مخيف، وجايه بصوره راح لف وبص لي كده، اتخضيت خضه، وباين في الكاميرا ان هو صغير بس هو حجمه كبير جدا. استغربت الصراحه. ده اسمه هايبر واي المعداوي، هو طبعا الفندق اللي كان الاول اسمه دينا المعداوي. ده زي سوبر ماركت فيه كل حاجة. أطباق الحلويات دي أول حاجة بندخل نشوفها، أي طبق كان عامل 15. هو سوبر ماركت فيه كل حاجة، في كل حاجة وأي حاجة، أدوات منزلية ومنظفات. أنا عملت لكم فيه جولة، وفي جولة تانية برضو هتلاقوها أثناء الفيديو. احنا طبعا حاجزين يوم بليلة مع الفطار. الفطار ده بيبقى في نفس يوم المغادرة الصبح، فما كانش مش حاجزين غدا، فروحنا المول ده عشان نجيب حاجة ناكلها. فانا هوريكم احنا جبنا ايه دلوقتي. بس المشكله هنا بقى ان المشكله هنا ان في حاجات كتير مقاطعه وانا ما لقيتش بدايل ليها. يعني هما جايبين يعني مثلا الشيبسي مثلا ما لقيتش ليه بديل خالص، جايبين شركه شيبسي بس. العيش المشلتت ده تبع المكان، تبع المزرعه برضو، جبنا منه الرغيف كبير جدا عامل 10 جنيه. طبعا الجبن بتاعت مزارع دينا دي اللي انا بشاور عليها دي في منها كل الانواع وانواع تانية، بس احنا جبنا بتاعت مزارع دينا. جبنا ريسيت على اللي هي بالزيتون دي، مش مهدرجه، يعني ما فيهاش زيوت مهدرجه، دي زي جبنه طبيعي، يعني لبن طبيعي. بالنسبه للخضار المعروض ده برضو، ده يعتبر الخضار كله بتاع المزرعه. كنت هجيب الخيار بحيث ناكله مع الجبنه كده والعيش البيتي. فرسيت ان احنا جبنا عنب. العنب ده بقى طلع بتاع المزرعه تحفه، والله العظيم تحفه. في منه تحت في الزبيته اللي تحت دي، خدت واحده ودقته، تحفه، مسكر جدا. واولا هو حجمه كبير، يعني مختلف عن اللي موجود عندنا في السوق خالص، وطازه، تحس ان هو لسه جايبينه من الشجر. في كمان جبن السايبه كده اللي انتوا شايفينها دي، وفي مخللات في التلاجات، جبنا برضو مخلل. دي حاجات بسيطه كده اعتبرناها ان هي غدا يعني. وجبنا كمان جبنه رومي. والعيش البيتي جبت 3 رغيفه بس لان هو كبير جدا. بس رحنا حسبنا على الكشير، الحاجات كانت عامله بتاع 300 جنيه. وجبنا كمان ازازه العصير دي مانجا برضو بتاعت مزارع دينا تحفه. ما لقيتش شيبسي مش مقاطعه، ما لقيتش غير ماركه شيبسي دي الصراحه. يعني حتى البيبسي والحاجات دي برضو كلها المقاطعه. فما جبناش منها، فاضطريت ان انا اجيب ايه اللي هو العصير بتاع مزارع دينا كده. ده اخر اليوم، وشايفين الناس اللي قاعده على الكراسي دول بتوع الرحله. ما صدقت مشي، والله كانوا عاملين دوشه جامده قوي. الدنيا راقت بقى، الدنيا راقت لما الرحله دي مشيت. وبالليل الجو بدأ يهدي شويه، الشمس بدأت تهدى شويه. وكمان في عرايس بقى، يعني في عروسه بتيجي تاخد غرفه هنا، وبيجي الميك اب ارتست بيزوقها وكده، وكمان بتعمل فوتو سيشن هنا على حمام السباحه. فكان في كذا عروسه، يعني بتاع 5 عرايس واحنا قاعدين شفناهم. فصورت بعض المقتطفات، هم جايين من بعيد يعني، ما مش باينين اصلا يعتبروا في الفيديو، ان انا في الدور الثالث وهم تحت. شايفين العروسه دي فستانها كان كبير قوي، هي ما كانتش قادره تمشي منه اصلا اللي بالديل ده. ربنا يسعدهم يعني، وعقبال كل البنات. هنا الفوتوغرافر عمال يظبط لها الدنيا، فحلوة قوي يعني. اعتقد الصور هتطلع جميلة مع الخضرة اللي حواليه ومع حمام السباحة. ففكرة حلوة يعني الصراحة. حتى لو هي مش عاملة فرح، تروح مكان زي ده تعمل فوتو سيشن. العروسة دي طبعا الجزمة الجزمة وجعت لها رجلها، راحت قلعها خالص. دي عروسة تانية خالص غير التانية. وبرضو متصورين هنا على الكوبري اللي هم عاملينه على حمام السباحة ده. فربنا يسعدهم والله. فقلت اصور لكم كده بعض المقتطفات. ادي عروسه اهي، وفي عروسه التانية اللي احنا صورناها. عدوا بقى، اكتبوا لي كده في التعليقات ان شفتوا كام عروسه في الفيديو دول كده. ادي عروستين، ولسه في عرايس تانيين هتشوفوهم اثناء الفيديو كتير وادي هم في ناس عملوا الفرح في نفس القاعه، لان برضو المكان فيه قاعه بره بتاعت افراح، وفي ناس صورت ومشيت. يعني في كده وفي كده اللي انتوا عايزين.
بالليل اهو نزلنا على حمام السباحة. كان في بقى حبة هوا ما اقولكوش، حبة هوا. الدنيا لما راقت وفضيت، انا بقى بحب الهدوء والروقان ده، ما بحبش الدوشة، ما بحبش الزحمة. احنا كنا هنروح اسكندرية بس المكان ده اهدى واقرب كتير من اسكندرية. وادي عروسة تانية اهي، ربنا يسعدها، هي كده تعتبر التالتة. وادي عروسة الرابعة اهي. بس هنا كان شكلهم مش مصريين، لان العريس كان لابس جلابية بيضة، يمكن الزي بتاعه فانا تقريبا هم مش مصريين يعني. كانت قاعده جميله قوي على حمام السباحه، وطلبنا نسكافيه. انا طبعا انا عاشقه للنسكافيه، طلبنا نسكافيه وقعدنا على الحمام كده نشربه، وكان شويه هوا حلوين يعني الصراحه. وكده كده كمان الغرف مكيفه، فعايزين تقعدوا في الغرفه براحتكم، عايزين تقعدوا تحت براحتكم، بس هو المكان ما فيهوش فسح. فالفسحه الوحيده ان احنا رحنا حمام السباحه، ورحنا المول ده. اعمل لكم بقى جولة تانية في المول مفصلة اكتر. ده قسم منظفات، هما مش سايبين حاجة يعني الصراحة، قسم منظفات فيه كل حاجة واي حاجة. بس في حاجة انا كنت عايزة اجيبها، بس الصراحة ما يعني كسلت اجيبها، اللي هو ده سبيد ده اللي بيسلك البلاعات، بس قلت اكيد هلاقيه هنا يعني، عشان كده ما جبتوش. المنظفات بقى كلها بتاعت اوكسي وبتاعت بريكس، حلو ان هما في حاجات المنظفات حاطين ده وده، مقاطعة ومش مقاطعة. قسم مناديل، قسم الادوات المنزلية عجبني قوي واسعاره حلوة. انا ما اعرفش ليه بقسم الادوات المنزلية ده بلاقيه بيجذبني. الاطباق اللي هي فيها جليتر دي لفتت نظري قوي، فبأحجامها، برغم ان انا عندي بلاستيكات كتير. فانا الصراحة انا ما جبتش حاجة، احنا كنا جايين نتفرج بس. الصواني الستانلس دي، الصينيه اللي على الشمال اللي انا ماسكاها دي كانت عامله 500 جنيه، بس حجمها كبير جدا، اكبر ما باينه في الفيديو. مش عارفه باينه في الفيديو عامله كده ليه. النشابه السيليكون دي برضو كنت عايزه اجيب لي واحده. هنا برضو اللي لفت نظري الصفايه النحاس دي، بس دي بتتاثر بالميه، وعجبني ده كان نازل ترند الجاروف اللي على شكل بطه ده. ولقيت الحله الصغننه دي، بصوا حله اطفال يا جماعه. الحله دي حلوه على فكره، يتعمل فيها ملوخيه، يتعمل فيها شوربه الفردين، اكل بيبي. في الحلل الصغننه الحجم ده بتنفع. والاطباق الستانلس دي انصح اي عروسه ان هي برضو تجيبها، بحبها اكتر من الاطباق البلاستيك، يعني دي صحيه اكتر من البلاستيك. والبولات الستانلس دي ما بستغناش انا عنها في البيت. وطبعا كان في بقى حاجات ازاز كتير. طبعا انا زوجي قاعد يزعلي يقول لي بدل احسن تكسري حاجه، انت كل حاجه عماله تمسكيها كده يعني. فلفت نظري الكاس ده، الكاسات اللي هي الساده دي. بحب انا الكاسات الساده اللي بتبقى رقيقه، اللي هي يعني مفيهاش شغل كتير، مش بحب الحاجه المبهرجه قوي يعني. والبولات دي بغطا، ممكن يتعمل فيها زبادي او حاجه. وطقم اركوبال، يعني متهيألي لو واحده جايه تصيف تجهز نفسها كمان من هنا. وده طقم اركوبايركس. فلا المول هم هنا مش سايبين حاجه لما هي معروضه في السوبر ماركت ده، بس هم عاملينه طابق واحد، في طوابق فوق بس اللي شغال اللي هو الطابق اللي تحت بس. وادي الكوبايات دي برضو عجبتني قوي، اللي هي بتاع بشاباتشي دي تركي. وده برضو لفت نظري، اللي هو البراد الستانلس ده جميل قوي. احلى حاجة بقى عجبتني، في هنا كان شباشب حلوة برضو، وحاجات للبيت وحاجات رجالي. عجبني الدباديب الحلوة الصيني دي عساسيل قوي، حتى انا صورت معاهم. فخدت لكم كده جولة. وكمان المنتجات بتاعت مزارع دينا اكيد موجودة، اللبن اللي بالكافي، واللبن اللي بالتوت، والعصاير الفريش، والحليب والرايب، برضو كل الحاجات بتاعت مزارع دينا. خلص اليوم بقى، وجينا تاني يوم اللي هو كان يوم جمعة. ده الصبح بقى، الساعة كانت تقريبا 7:30 أو 8. شايفين الدنيا روقان، من غير الناس بتبقى روقان. وكانوا بينضفوا حمام السباحة لأن هو كان بيفتح 9، فقلنا هننزل حمام السباحة على السريع قبل ما نسافر. فهنروح نفطر. وبرضو عملت لكم جولة سريعة كده في المطعم بتاع الفندق. زي ما قلت لكم احنا حاجزين يوم بليلة بالفطار، كان عامل 1580. يوم بليلة بالفطار 1580 جنيه. عايزين تزودوا بقى وجبة غدا، يبقى المبلغ هيعدي 2000.
فعشان كده احنا جبنا الحاجات اللي انا وريتها لكم من شويه من السوبر ماركت، وقلنا اكن ده الغدا بتاعنا في البيت وكفى، واحنا روحنا بيه اصلا. روحت بالعيش وروحت بالجبنه وروحت بالعنب، في حاجات كتير روحت بيها. الفطار جميل، انا عايزه قوي الفطار بتاع الفنادق لانه هو بيبقى متنوع. طبعا انا باجي عند قسم الجبن، بحب الجبن جدا، من رغم ان ماما بتقولي بطلي جبن عشان اللاكتوز اللي فيها يعني، بس انا بحب الجبن يعني. ودي فروت سلطات، واخترت كده زي ما انتم شايفين جبنه ولانشون وطعميه وخس وخيار، ولقيت كمان فطير مشلتت. ده قسم المخبوزات، في دوناتس وكيك ودنش. هنا ده رز بلبن. وده ايه ده اللي انا جبته، اللي هو زي سجق كده، وده بتنجان. وكان في فول وكان في بليله، كان في حاجات تانية معرفتش اصورها، كان من الناس كانت واقفه يعني. خلصنا الفطار، وادي المنظر الصبح يعني بجد جنة الله في الارض يا جماعه بجد. المكان جميل، انصحكم ان انتوا تروحوه بجد. اسمه زي ما قلت لكم جرين ديزرت، تكتبوا بس الاسم على جوجل هيطلع لكم التفاصيل بتاعته، العنوان، وهيطلع لكم كمان رقم التليفون. انا ما حجزتش شبه حد، انا رحت بحثت عنه على جوجل وطلعت الرقم والعنوان من على جوجل واتصلت بيهم. بس لازم الحجز قبلها، حجزنا قبلها بيوم. ما خدش مني اي حاجه، خد الاسم بس يعني. ما قاليش مثلا ابعتي فلوس، ابعتي مثلا يعني مسبق حجز يعني، ابعتي فلوس او ابعتي صور البطايق، لا. طبعا لو زوج وزوجة رايحين لازم تاخدي البطاقة بتاعتك اللي مكتوب فيها اسم الزوج، ده اساسي. مفيش البطاقة يبقى هتاخدي ايه؟ يبقى هتاخدي القسيمة. لو انتوا لسه عرسان جداد هتاخدوا القسيمة. اقعدوا بقى يومين 3، اقعدوا لكم براحتكم. هتلاقي يعني، انا مش عارفه اسعار ايه تاني، فانا كنت حاجزه يوم بالليله بس كده. المنطقه دي كان فيها ملاعب تنس، وكان فيها اطفال كده بيلعبوا زي بطوله هناك في نفس المبنى اللي انا كنت فيه. الملاعب دي كانت وراه، نفس المبنى اللي انا واقفه فيه بصور ده، الملاعب دي كانت وراه. الشمس الصبح كانت تحفه، ما كانش الجو حر خالص في اليوم ده. وانا بحب بقى، شايفين الفضا ده، انا نزلت الصبح حمام السباحه كان لسه فاضي وكان نظيف كده وجميل. انا عايزه قوي حمامات السباحه النظيفه، لما تزدحم ما احبش انزلها خالص. ف نزلت قبل ما الدنيا تزدحم، لان كان في رواد كتير، كان يوم جمعه، ويوم الجمعه ده دايما الناس بتتسابق انها تروح. دي طبعا المزرعه من بعيد، ودي انا بالبوركيني بتاعي. كنت متضايقه الصراحه، كنت متضايقه ان انا ماشيه جدا. المكان حلو ورايق ومريح نفسيا ونضيف جدا. وكان في اجانب كمان بيفطروا معانا الصبح. كده انا خلصت اليوم بتاعي، وبصور لكم بقى بعد ما الدنيا اتزحمت. شايفين الدنيا بقت زحمت عامله ازاي؟ دول كلهم رواد كانوا لسه جايين يوم الجمعة، كانوا لسه جايين، كانوا لسه مستلمين الغرف. وفي ناس اهي نازلة على السلم برضو لسه جايين. فكده هو ما اتزحمش قوي يعني، زي قبلها بيوم كان زحمة بسبب الرحلات. وفي رحلات طبعا بتيجي، بس بيجوا على الساعة 10 11 كده تبدأ الرحلة تيجي، ما بيجوش بدري قوي كده. عشان كده انا نزلت حمام السباحة في الروقان بدري. وقابلت طفل صغنن كده في حمام السباحة اسمه ايبك، واخوه اسمه بيبرس. عجبني الاسامي قوي الصراحة. هنا انا بقى كنت متضايقة جدا. لميت الغرفة بقى، لميت حاجتي ورتبت الغرفة. ما احبش اسيب حاجة مش مترتبة يعني. سويت كده السراير، اي حاجة عايزة اتخلص منها حطيتها في السلة، جمعتها في السلة. براجع معاكم لو انا ناسي حاجة يعني. انتوا قبل يعني ما تروحوا مكان وانتوا ماشيين فتحوا كل حاجة، اقعدوا راجعوا، حد يراجع عليكم ولا تكونوا ناسيين حاجة. فانا بفتح الدواليب كده معاكم اشوف الدنيا تمام ولا ايه. وادي اهو الشماعات تمام. الحمام برضو كانوا حاطين سلة تحت الحوض، كاتبين ان خلاص الفوطة استخدمت حطوها في السلة، ما استخدمتش سيبوها على الرف فوق. فانا حطيتهم في السلة اهو، كانوا متعلقين هنا، ما فيش حاجة على الرف. طالما استخدمت رحت حطها لهم في السلة. واي حاجة برضو ملهاش لازمة رحت رميتها في السلة، سلة المهملات اعزكم الله يعني. بس كده براجع كده على الغرفة وكده احنا ماشيين. بشرب الميلك تشيك ده بتاع مزارع دينا بالقهوة، كان تحفة. وجبت منه بالشوكولاتة، بس اللي بالقهوة احلى. وفي نوع تاني منه اسمه هيلسي احلى برضو من ده، زمايلي بيقولوا لي احلى. عدينا واحنا ماشيين على هايبر وان، ما دخلتوش الصراحة قبل كده، بس بشوف اليوتيوبر كلهم بيجيبوا منه طلبات البيت. وعدينا كمان على
مش عارفة الصراحة الكوبري ده اسمه ايه. يعني احنا عشان نعدي بس على الكوبري الحلو ده، هو شكله جميل جدا، دافعين 20 جنيه. ده غير قبلها في كارت 10 جنيه عشان تبقوا عارفين، يعني عشان تعدوا بس على الكوبري ده. فشكله جميل الصراحة ومبهر، بس مش عارفة ليه 20 جنيه. كده احنا خلاص وصلنا القاهرة، ادي النيل. احنا رايحين بطريق الصحراوي، واحنا راجعين كورنيش، فالطريق اتغير. فاحنا كده الكورنيش اللي هو في وش مبنى التلفزيون، عند مبنى مسبيرو يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. وزي ما قلت لكم جربوا الفندق، هيعجبكم جدا جدا جدا. متنسوش تشتركوا في القناة. يلا.